من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إذا قالوا لك أين تريد أن تصل بالطريق؟ قل أريد القمة. أنا ما أرضى بالوسط، أنا ما أرضى بالدون، أنا لن أقبل إلا بالقمة. لا تيأس. إذا أردت القمة، إذا أردت أعلى المراتب، لا تيأس. لا تحاول مرة وتفشل، مرتين وتفشل وتجلس. لا تيأس من أول محاولة، ولا من ثاني محاولة، ولا من ثالث محاولة. اصبر، طريق طويل، طريق شاق. الخواف يظل طول عمره تحت، الجبان طول عمره جالس، ما راح يصعد، ما راح يرقى الجبال. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. اللي جالس طول عمره يخاف أن يرقى جبلا، أو أنه يتجاوز نهرا، أو أنه يجرب أي محاولة، هذا الجبان الخواف راح يعيش طول عمره بالحفر. لكن الشجاع سوف يصل إلى القمة ولو بعد حين. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. شنو همك؟ شنو هدفك بالحياة؟ ايش تبي تصير؟ قول حق نفسك أنا ما راح أقبل إلا بالقمة، أنا ما راح أقبل بأي شيء. قل لي ما همتك أقول لك من أنت وماذا ستكون. من أراد أن ينظر إلى وجه الله عز وجل فليعمل، من أراد الفردوس الأعلى فليعمل، من أراد طلب العلم فليعمل. مثل ما كان بعضهم سئل من أين لك هذا العلم كله؟ قال بكور كبكور الغراب وسير في الأرض. يعني سهر وسير وعمل. تريد القمة وأنت نايم؟ تريد القمة وأنت جالس؟ تريد القمة بلا تخطيط، بلا هدف، بلا حرص على الوقت؟ يعني أنا أستغرب بالإنسان يريد القمة ووقته ضايع. تدري من الأشياء اللي تمنعك عن الوصول للقمة؟ أحيانا بعض الشهوات والمعاصي. واحد متعلق ببنت، أو يموت على الأغاني، أو ينام عن الصلاة، هذا وين يوصل للقمة؟ هذا ما يستطيع يتجاوز خطوة. الذي علق قلبه بالذنوب والمعاصي ما يصل للقمة أبدا. إن الله يحب معالي الأمور، حديث هذا في صحيح الجامع. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. لو تسأل بعض الناس شنو هدفك في الحياة؟ ترى شيء يفشل. بعض الناس شنو تبي توصل؟ والله كلام تافه. بعض المقابلات في التلفزيون يسألون بعض الناس أنا ودي أصير مغني، أنا ودي أصير نجمة، أنا ودي أني أكون لاعب. طيب وبعدين؟ هذه القمة؟ في ناس عنده حب تحدي، دام أنك ماشي صح ما عليك من المثبطين. أوصل. أنا هدفي أن أصلح الدنيا، تصلح الدنيا، امش في هذا الطريق. إذا كنت في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم. إذا أردت فكر في أعلى أمر، في أعلى مكان. لا تقول ما أستطيع، لا تقول الأمر صعب، لا تقول ما أقدر، لا تقول ما حد يساعدني. ايش تبي بالناس؟ كن عصاميا. من العصامي؟ العصامي الذي يعتمد على نفسه بعد الله عز وجل بس. لا تقول الناس، لا تقول فلان، لا تقول يعينوني، ما لك شغل بأحد. أنت إذا أردت أن تصل تستطيع أن تصل ولو لوحدك. لا وقت للراحة. ديننا دين عزم وجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز ومن الكسل. اللهم إني أعوذ بك، في دعائه اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. أين همتك العالية؟ أين الهمة الكبيرة؟ أول العمل هم وينتهي بهمة. الهم قبل الهمة. ترى يهتم الإنسان ثم تصير عنده همة عالية ثم يصل إلى القمة. لكن أين أصحاب الهمم؟ اللي قاعد يطالع فوق ويبي يصل للقمة يا أخوان ما يبالي بالتعب. تدري متى الإنسان لما يصعد الجبل إذا وقف صعب، لازم يكمل لازم يكمل لازم يكمل حتى إذا وصل بعدين ارتاح. الآن لا وقت للراحة. يا أخوان اللي هم بحياته إنه والله يلاحق البنات، ولا يقحص بسيارة، ولا يقعد بالشوارع، ولا يسهر الليالي، ولا هم العالي إنه يلعب بلاي ستيشن. إن شاء الله شوف الهم العالي، شوف القمة اللي عنده. مسكين هذا. وين همتك؟ بما تفكر؟ أنا الإنسان اللي يقول لي أنا بس أبي أنجح بالمدرسة، هذا
الله يعين على نفسه. لكن اللي يقول أنا راح أصير إن شاء الله ما راح أقبل بأقل من الدكتوراه، لا تقول لي شيخ العوائق أمامي، ما عليك، عندك همة توصل. والله لو طالت بك السنين، والله لو تمر عليك السنون بلا يعني محاولات، بس استطعت أن تفعل سوف تفعل إن شاء الله يوم من الأيام. لكن اجعل لك هم عالي، تحفظ القرآن سهل. يقول ابن القيم: أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم. تبي النعيم؟ اترك النعيم في الدنيا، اسعى لهذا النعيم في الآخرة. حط لك همة عالية. من سأل الله الشهادة بالصدق، لو كان صادق من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. اللي عنده نية عالية ما يضيع وقته، اللي عنده همة عالية بيوصل للقمة يحط له هدف، يقسم، يحط له وسائل، يحط له كل شيء. تبي توصل للقمة بالدراسة، بالتجارة، بالعلم، بالعمل، بأي شيء نافع أخروي ولا دنيوي كله، إذا عندك همة عالية حط لك هدف، والهدف يكون واقعي، وتحط لك وسائل، وراح توصل بإذن الله عز وجل. أما أنك سبهللة جالس ما تعرف متى تقوم. بعض الناس لما يناموا تصدقون والله في ناس ينام حتى الساعة محاطة ما يدري متى يقوم. صدقون في ناس كذي يقول أنا متى ما قمت. الله، كذي حياتك ضايعة؟ شو الحياة هذه؟ لا عنده شيء اسمه قيام ليل، لا يعرف شيء اسمه صلاة فجر، لا يقوم من الصباح الباكر يحفر الأرض يكدح حتى لو لأجل الدنيا، لكن يعمل. رجل عنده هم عالي. في ناس أبدا ترى ماكو شيء، حياته ما يدري ايش عايش أصلا. لا تقول لي يا شيخ ما أقدر، ما في مجال. لا، في مجال، لو تريد أن تعمل في مجال، لكن ضع لك هدفا ستصل إلى القمة بإذن الله عز وجل.